بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أحمد الله تعالى على اللقاء بكم في هذه البلدة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجه الكريم، وأن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والصدق. الكتاب الذي اختارته جامعة طيبة لشرحه وتدبر معانيه هو خلاصة تجربة أبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري رحمه الله، والأنسب لتسميته أن يسمى الحكم كما سمى ابن عطاء الله الإسكندراني كتابه بذلك. فهو حكم بعضها متعلق بطلب العلم، وبعضها متعلق بالصحبة، وبعضها متعلق بطلب المال، وبعضها متعلق بالوظائف والملك وغير ذلك. وهذه الحكم صاغها ابن حزم رحمه الله صياغة مختصرة كصياغة القواعد الفقهية لتعين الإنسان على تجارب الدهر وليستخلص منها العبارة والدروس، وبعضها ليس مختصا بتجربته هو الشخصية، وإنما هو نتاج تدبره لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللفقه في الدين، فقد درس علوما كثيرة وألف كتاب المحلى الذي هو من كتب الدنيا الأربعة، وحفظ العلم حتى قال عن نفسه رحمه الله: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري، يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينكث إن أنكث يدفن في قبري. وتجارب المؤلف رحمه الله تعالى ثغرة كثيرة، فقد ذاق حلو هذه الدنيا ومرها، فتربى في بيت الملك والوزارة وعاش فيه حتى كبر، ثم بعد ذلك امتحن وابتلي فصدرت أملاكه وأحرقت كتبه وأخرج من بلده، ثم بعد ذلك عادت إليه الدنيا مرة أخرى وعاد إلى مكانته، ثم بعد ذلك وجد المنافسة والحسد، وحصل له ذلك من خيرة الناس وهم الفقهاء والعلماء، وحصل بينه وبينهم ما حصل. فلذلك كانت تجاربه في بعضها حلوة وفي بعضها مرة، وقد قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكل طالب علم يمكن أن يمر به من التجارب ما مر بابن حزم، ويمكن أن يجد في تجربته غنى عن تكرير ما وقع فيه من الخطأ. وقد أراد رحمه الله أن يدون هذه التجربة وأن يهديها إلى طلبة العلم هدية سائغة بدون مقابل، فسماها بريئا لذلك. وقد افتتح كتابه رحمه الله تعالى بالثناء على الله سبحانه وتعالى، لأن الله افتتح كتابه بذلك فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وسنة كل كتاب أن يفتتح بحمد الله بعد البسملة، وقد أخرج أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية أجنم، وفي رواية أقطع. فالأبتر مقطوع الذنب، والأجنم مقطوع اليد، والأقطع مقطوع العضو أيا كان. والمقصود أنه ناقص في ذلك كله. والبسملة هي الابتداء العام، وبعدها الحمد فهو الابتداء النسبي. وقد عرف المؤلف بنفسه فقال: قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. وذلك من سنة الكاتب الذي يريد أن يرسل كتابا إلى أحد أن يعرف بنفسه فيه. وقد عقد البيهقي رحمه الله تعالى في سننه بابا لمن بدأ بنفسه في كتابه، فذكر أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكتب إلى أمرائه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى خالد بن الوليد مثلا، وكذلك كتب إليه خالد من خالد بن الوليد إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وهكذا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأها بالتعريف بنفسه ككتابه إلى المنذر بن ساوى، وكتابه إلى هرقل، وهما موجودان، وكذلك كتابه إلى كسرى وقد مزقه فمزق ملكه. فكل كتبه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيها بقوله: من محمد رسول الله إلى فلان، إلى هرقل عظيم الروم كما في صحيح البخاري، أو إلى المنذر بن ساوى، وهكذا. فلذلك قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيه الأندلسي رحمه الله، وعرف نفسه بالفقيه لأن الفقه معناه بفهم، وليس راجعا إلى ذات الإنسان حتى يعاب بأنه يذكره، بل هو من هبات الله سبحانه وتعالى، فالله يفهم من شاء ما شاء، كما قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما.
والأندلسي نسبة إلى إقليمه ووطنه، وهو مولى لبني أمية وهم ملوك الأندلس ذاك، ولم ينسب نفسه أكثر من هذا إلى قبيلة بل ذكر الوطن. وهذه سنة أهل الحديث بالعصور المتأخرة كما قال العراقي رحمه الله في ألفيته بالحديث عند اختلاط الأنساب أن ينسب الإنسان إلى بلده ووطنه. قال وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر للأوطان، وإن يكون في بلدتين سكنا فابدأ بالأولى وبثم حسنا. وضاعت الأنساب في البلدان، فالأمصار كثيرا ما تضيع فيها الأنساب، فلا يحفظ الناس أنسابهم لاختلاط الجوار وتداخل الصهارات، فنسب الأكثر إلى أوطانه. أكثر العلماء نسبوا إلى أوطانه كالعراقي نفسه وهو كردي ولكنه اشتهر بالنسبة إلى وطنه، فقيل عبد الرحيم العراقي، عبد الرحيم بن الحسين العراقي. وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر إلى الأوطان، وإن يكون ببلدتين سكنا فابدأ بالأولى وبثم حسنا. إذا كان الإنسان سكن في بلدتين فإنه يبدأ في نسبه بالأولى ثم بالثانية، والأفضل أن يعطف بثم. فتقول قال ابن مالك الأندلسي ثم الشامي، فإنه في أصل نشأته من شيانة وهي من بلاد الأندلس كما قال محمد بن يعقوب الفيروزابادي في القاموس: جيان كشداد بلدة بالأندلس منها ابن مالك وأبو حيان إمام العربية. ثم بعد ذلك استقر بدمشق وبها مات، وقد دفن عند الباب الصغير في داخل أسوار دمشق. وهكذا ابن حزم فهو أندلسي عاش فيها ومات فيها رحمة الله عليه. ومقوله أي محكي القول هو قوله: الحمد لله على عظيم منه. الحمد هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم، سواء كان من باب الإحسان أو من باب الكمال، أي وصف الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، سواء كان ذلك من صفاته الذاتية أو من صفاته الفعلية، فكل ذلك كمال له جل جلاله، فهو متصف بكل كمال وكل نقص عليه محال، فأثنى عليه بهذا الحمد. والحمد من حكم التعبير به عن الثناء على الله جل جلاله حتى يشتغل الإنسان كله بالثناء على الله. فهذه المادة مؤلفة من 3 حروف، هي الحاء وهي حرف حلقي، والميم وهي حرف شفوي، والدال وهو حرف لساني. وهذه هي أصول المخارج. فأصول المخارج 3، والمخرج الرابع وهو الهواء، الهواء والحلق محل خلاف والجمهور لم يثبته. فإن المخارج الكبرى 3: الحلق واللسان والشفتان. فاشتركت هذه المخارج ال3 في لفظ الحمد، فجاء تعبيرا عن أن الإنسان بكل مخارج حروفه حامد لله سبحانه وتعالى. وجاء بصيغة الجملة الاسمية فقال الحمد لله ولم يقل أحمد الله، لأن الجملة الاسمية تفيد الدوام والاستمرار، كقول الشاعر: قالت أمامة ما تبقى دراهمنا وما لنا سرف فيها ولا خرق، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق المعروف تستبق، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، حتى يصير إلى نذر يخلده يكاد من صره إياه ينبزق. فهنا قال لكن يمر عليها وهو منطلق، فهي جملة اسمية تدل على الدوام والاستمرار. والجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث، فإذا قلت أحمده معناه حمدا جديدا بسبب النعم، فيكون ذلك مخرجا للصفات الذاتية، ويكون مختصا بالصفات الاختيارية من الصفات الفعلية. فصفات الله الفعلية تنقسم إلى قسمين: إلى صفات اختيارية كصفة الكلام والنزول ونحو ذلك، وإلى صفات فعلية قد انقضت وانتهت كصفة الاستواء على العرش تعالى الله عن كل ما لا يليق به. فهذه الصفات يحمد الله عليها لأنها وصف كمال فيه جل شأنه. وكذلك يحمد على أفعاله كما وهبنا من الهداية والإيمان، وكما علمنا وما آتانا من الجوارح وغير ذلك من أنواع النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فهو أهل للثناء بذلك كله، فلذلك جاء الحمد بأل الجنسية، وأل تدل على الجنس، والجنس جنس الحمد 4 أقسام: قسمان قديمان وقسمان حادثان.
فالقسمان القديمان حمد الله لنفسه في الأزل فقد حمد نفسه بما هو أهله، والقسم الثاني حمده لبعض عباده في الأزل فقد أثنى على بعض عباده كثنائه على أيوب نعم العبد إنه أواب، وثنائه على إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وثنائه على محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والحمدان الحادثان ثناؤنا على الله جل جلاله وثناء بعضنا على بعض، والكل لله إما استحقاقا وإما اختصاصا وإما ملكا. فاللام لله معانيها في اللغة ثلاث: اللام تفيد الاستحقاق كما إذا وقعت بين ذات وصفة، فالذات مستحقة والصفة مستحقة، فحمد الله لنفسه وحمدنا له هو مستحق لذلك كله، فاللام هنا في الحمدين في الاستحقاق. وتأتي اللام أيضا للاختصاص كحمد الله لمن شاء من خلقه فهو مختص بذلك، فهو من كلامه جل شأنه الذي لا يشبه كلام المخلوقين. وتأتي اللام للملك، فحمد بعضنا لبعض مملوك لله، الحامد والمحمود كلاهما ملك له، فكذلك حمد أحدهما للآخر. الحمد لله على عظيم مننه، معناه على مننه العظيمة. وأصل الأسلوب أن يقال على مننه، وهي جمع منة وهي العطية العظيمة أي الكبيرة، وليس المقصود أنه إنما يحمده على جلائل النعم دون دقائقها، بل المقصود أن كل نعمة صدرت منه فهي عظيمة لصدورها من عظيم. ونظير هذا ما يقال في السيئات إذا نظر إليها باعتبار المعصي فهي كلها كبائر، لأنه عصي بها العظيم جل جلاله ذو الكبرياء والجلال. فكذلك كل نعمة صدرت منه جل جلاله فهي باعتبار صدورها من العظيم جل شأنه فهي عظيمة، سواء كانت دقيقة أو عظيمة. على عظيم مننه. وصلى الله على محمد. صلى هنا فعل ماض يمكن أن يحمل على الخبر ويمكن أن يحمل على الإنشاء، فإذا حملته على الخبر كان معناه أن الله فعلا قد صلى عليه وقد أخبر بذلك، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا حملته على الإنشاء فمعناه أني أسأل الله أن يصلي عليه، مثل ما تقول رحم الله زيدا وغفر الله لك، معناه أسأل الله أن يرحم زيدا وأن يغفر لك. فالفعل الماضي هنا دال على الطلب، وهذا أحد دلالات الفعل الماضي النادرة. صلى الله على محمد، والمقصود بصلاته عليه رحمته المقرونة بالتبجيل والتوقير، فقد شرفه الله على الثقلين الإنس والجن وقدمه على أنبيائه فجعله إماما لهم جميعا. عبده أثنى على محمد صلى الله عليه وسلم بعبوديته لله، وهذا أبلغ ما يثنى به على المخلوقين، فأبلغ ما يثنى به على الخالق ربوبيته للمخلوقين، وأبلغ ما يثنى به على المخلوق عبوديته لله. ولذلك قال الله تعالى بثنائه على نفسه الحمد لله رب العالمين، فأثنى على نفسه بربوبيته لعباده. وأثنى على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام رفع شأنه وإعلاء منزلته، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فلم يقل سبحان الذي أسرى برسوله، ولم يقل سبحان الذي أسرى بخليله، ولم يقل سبحان الذي أسرى بحبيبه، بل قال سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد هذا له يطلق على 4 أمور: يطلق على المخلوق، وعلى هذا فالكافر والمؤمن كلاهما عبد لله لأنه مخلوق له جل شأنه. ويطلق على المملوك، وهذا أيضا يشمل الصامت والناطق، فكل ما في السماوات والأرض وما بينهما ملك لله جل شأنه. ويطلق على المحب، وهذا يختص بأهل الإيمان فقط، فهم الذين يحبون الله، كما قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فعباد الله في مقام المدح هم المحبون لله جل جلاله، وهم أهل الإيمان والتقوى.
ويطلق على المحب أيا كان هذا له أنه عبد، كما قال الشاعر: يا عمرو ذئري عند زهرائي يعلمه السامع والرائي، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، أي بمحبها. كما يطلق العبد هذا الإطلاق الأخير على العابد أي المطيع، وهذا مختص ببعض أهل الإيمان فقط، وهم الذين أخلصوا العبادة لله جل جلاله فلم يخدشوها برياء ولا سمعة ولا بمعصية تخالفها، وهذا يختص حينئذ بمقام المعصومين كالرسل، ومن وفقهم الله للطاعة فجعلهم محفوظين من المعاصي، وهؤلاء هم أقل عباد الله. والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى الله عليه بهذه العبودية، فلذلك أراد المؤلف الثناء عليه بها، ثم عطف عليها وصفا آخر فقال: وخاتم أنبيائه. فقد ختم الله أنبياءه أي رسله الذين أرسلهم إلى خلقه لإقامة الحجة وإنارة المحجة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله خاتم أنبيائه كما قال تعالى: وخاتم النبيين. وقد جاء فيها قراءتان سبعيتان، إحداهما خاتم النبيين بالفتح والأخرى خاتم النبيين بالكسر، فخاتمهم أي آخرهم الذي ختموا به، وخاتمهم أي كأن بناء الأنبياء قد جعل عليه الخاتم الذي ليس بعده شيء، فهو الطابع الذي إذا جاء على الأمر كمل، إذا وضع على الكتاب لم يكتب فيه شيء بعده. ومعناهما واحد، أنه لا يرسل الله بعده نبيا إلى الخلائق. والنبيون جمع نبي، ونبي فعيل، وهي إما أن تكون بمعنى فاعل أو أن تكون بمعنى مفعول. فإن كانت بمعنى فاعل فهو منبئ عن الله أي مخبر عنه إذا كانت من النبأ وهو الخبر، وإذا كانت بمعنى مفعول فهو منبأ عن الله أن يأتيه خبر السماء عن طريق الوحي، فهو منبأ عن الله جل جلاله بما يأتيه من خبره. ويمكن أن يكون النبي من النبوة وهي الارتفاع لعلو منزلته ومكانته، فقد رفعه الله على خلقه وشرفه عليهم أجمعين. وخاتم أنبيائه ورسله، ختم الله به أنبياءه ورسله، والعطف هنا يقتضي المغايرة، والأنبياء أعم من الرسل، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وهذا أرجح شيء في هذه المسألة والتفريق بين النبي والرسول. قيل إن النبي هو من أوحي إليه وحي، إما أن يكون تجديدا لملة نبي قبله فيؤمر بتبليغه إلى أتباع نبي قبله، وإما أن يكون وحي إليه وحي ليعبد الله به ولم يؤمر بتبليغه إلى الناس. والرسول هو من وحي إليه وحي جديد ليس من منهج نبي قبله فأمر بتبليغه، أو من أمر باتباع نبي من الأنبياء ثم جاءه شرع مخالف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم، ولكن مع ذلك جاءه شرع مخالف لشرع إبراهيم وهو أعم منه وأكبر وأشمل. والله تعالى يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل نبي جعلنا منكم أي من الأنبياء المخاطبين شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة، كما فسر ذلك ابن عباس كما أخرج عنه البخاري وصححه تعليقا في كتاب الإيمان. والمقصود بذلك أن كل نبي له شرعة فيما يتعلق بظاهر الشرع وأحكامه، ومنهاجا فيما يتعلق بسلوكه هو وأخلاقه وتصرفاته المختصة. فسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه أشرف شيء وأفضله، ولكن لا يمكن أن يفرض على الناس جميعا اتباعه بكل سلوكه، فهم قاصرون دون مستواه ولا يمكن أن يصلوا إليه، وإن كان مشروعا لهم ومطلوبا منهم أن يقتدوا به بذلك، لكن لا يجب عليهم لأن المقام مختلف والمستوى متباين. وسلم تسليما معناه ونسأله أن يسلم، أو إخبار أنه قد سلم، وكلاهما صحيح كما ذكرنا في آية الأحزاب. تسليما تأكيد لذلك، وقد أمر الله بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأبرأوا إلى الله تعالى من الحول والقوة. أبرأوا إلى الله معناه أنفي عن نفسي وعن غيري الحول والقوة إلا لله وحده. والحول معناه الدفع، والقوة معناه الصولة. ومعنى ذلك أنه لا حول عن معصية الله إلا بالله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. فأوامر الله أو تشريعاته إما نهي وإما أمر، فالنهي يجب اجتناب النهي عنه به مطلقا،
ولا يستطيع الإنسان ذلك إلا بحول من الله سبحانه وتعالى، والأمر يجب تطبيقه ولا يستطيع الإنسان ذلك إلا بقوة يقويه الله بها على طاعة ما افترض عليه. والإنسان إذا برئ من حوله وقوته إلى الله فإن الله يقويه وإنه ينتصر على نفسه بذلك. فالإنسان في معركة في هذه الحياة، وهذه المعركة فتح عليه فيها 5 جبهات. الجبهة الأولى جبهة الشيطان، وهو يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، كما قال فيما حكى الله عنه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهو يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، وهو عدو لنا، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذه الآية جمعت بين الخبر الذي حقه التصديق والأمر الذي حقه التطبيق. فالخبر إن الشيطان لكم عدو وكل الناس يصدقون ذلك، والأمر فاتخذوه عدوا وقل من الناس من يطبق هذا الأمر. واتخاذه عدوا لا يتم إلا بأمرين: الأمر الأول اجتناب خطواته، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. والأمر الثاني هداية من تستطيع هدايته من أتباعه. فإذا اهتدى على يدك صبي واحد أو امرأة أو إنسان فقد حققت عداوتك لإبليس، لأنك نقصت جنده. فالغباة جميعا جنود إبليس، وكل ملك قاتل ملكا إنما يظهر انتصاره عليه بما يأسر ويقتل من جنوده. لقد ظفر الزوار وأقفية العدا بما جاوز الآمال بالأسر والقتل. ولا يتم ذلك بذات إبليس، فإنه من المضلين إلى يوم الوقت المعلوم، فلا تستطيع أن تقتله. وأيضا لا تستطيع أن تصفعه وتضربه، لأنه يراك هو وقبيله من حيث لا تراه. ولا يضره كلامك فيه، لأن الله قد لعنه. فكيف تحقق عداوتك له؟ بهذين الأمرين: باجتناب خطواته وبنقص جنده بالدعوة. والجبهة الثانية جبهة النفس الأمارة بالسوء، التي لا ترضى من الإنسان إلا أن يكون مطففا. فنفس الإنسان تريد منه أن ينتصر لها دائما، وأن يأخذ كل حقوقه وأن يفرط في حقوق الآخرين ما استطاع. فالموظف يحاول عن الدوام وأن يخرج قبل نهايته وأن يعتذر بمختلف الأعذار، وإذا وجد أي عذر يمكن أن يتخلف به عن عمله بادر إلى ذلك. لكن إذا نقص الراتب لسبب من الأسباب ثارت ثائرته وجاء يبحث لماذا نقص الراتب، لأن النفس لا تريد من الإنسان إلا أن يكون مطففا يأخذ كل حقه ولا يتجاوز عن شيء منه، ومع ذلك يحاول أن لا يؤدي الحق الذي عليه. وهذا هو التطفيف، كما قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد قال مالك في الموطأ: يقال لكل شيء وفاء وتطفيف. كل شيء أيا كان فيه وفاء وفيه تطفيف. ولذلك أخرج مالك في الموطأ أيضا أن عمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر يوم الجمعة، فدخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا التأخر يا فلان؟ قال: ما هو إلا أن كنت في عملي فسمعت النداء فتوضأت وأتيت. فقال: والوضوء أيضا؟ لقد طففت. فلم يغتسل وانتظر حتى سمع النداء، فأخذ كل حقه من ناحية الوقت ومن ناحية العمل. فلذلك قال له عمر: لقد طففت. والجبهة الثالثة جبهة إخوان السوء. فالإنسان في هذه الحياة مضطر لمخالطة الناس، والذين تخالطهم من الناس 3 أقسام: أخ كالغذاء لا تستغني عنه أبدا وهو الذي يعينك على أمور الدين، وأخ كالدواء تستغني عنه في بعض الأحيان دون بعض وهو الذي يعينك على أمور الدنيا، وأخ كالداء تشقى به ولا ينفعك أبدا، لا يعين على دين ولا دنيا. وهذا القسم الثالث هم الأخلاء الذين هم أعداء الإنسان يوم القيامة، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والجبهة الرابعة مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها. فهذه الدار التي نحن فيها هي ضرة الآخرة،
وفيها مفاتن وشهوات إذا نظر إليها الإنسان استهوته، وقد نهانا الله عن النظر إليها فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ومفاتنها شبهة مفتوحة على اللسان لأنه كثيرا ما ينشغل بها، كما قال سليمان عليه السلام عندما نظر إلى الخير عندما عرضت عليه فقال: أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب وردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ضربها بالسيف على سوقها وأعناقها تخلصا من زهرة الدنيا ومفاتنها ومحاسنها حين شغلته عن أداء الصلاة في وقتها. والجبهة الخامسة نعم الله سبحانه وتعالى، فهي سابقة مستمرة وقيدها شكرها لله جل جلاله، وإذا لم يقيدها الإنسان بشكرها كانت كرة عليه يوم القيامة. ولذلك الناس بالنعم على 4 أقسام: القسم الأول الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، فما دام أحدهم معافى في جسمه لا يشكو سرطانا في كبده ولا فشلا في كلاه ولا عمى في بصره ولا شللا في أطرافه لا يحس بهذه النعمة فلا يمكن أن يشكرها لله. والقسم الثاني الذين يعرفون النعمة بوجودها ولكن لا يعرفون من أين أتت، فيظنون أنها من جدهم واجتهادهم وميراثهم على آبائهم وأجدادهم، حالهم حال قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والقسم الثالث يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها. حالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. والقسم الرابع الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولا ينشغلون بالنعمة عن شكرها بل يصرفونها في شكر من أسداها وهم الشاكرون وهم أقل عباد الله جعلنا الله وإياكم منهم. ولذلك حذر الله من حال الذين ينشغلون بالنعمة عن شكرها فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وهذه الجبهات الخمس مفتوحة على الإنسان، يلزم أن يقاتل في جميعها وأن يعرف أنها عدو له، كما قال تعالى في النعمة بالخصوص وهي أبعدها. قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وقال بعدها: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فلذلك لا بد أن يجاهد الإنسان نفسه مدة حياته في سبيل هذه الجبهات الخمس في وقت واحد، ولا يمكن له ذلك ولا يتأتى إلا بالاستعانة بالله جل جلاله وبالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. وقد قال العلامة المختار النبوي رحمة الله عليه: للإنسان شيطان ونفس وحظها ودنيا وإخوان حمية خطر، ولله فضل لا يزال ورحمة ومن وتوفيق وعفو لمن مزر، إلهي اكفنا الخمسة التي في اتباعها هلاك وعاملنا بخمسة كالأخر. فلذلك يحتاج الإنسان إلى البراءة من حوله وقوته لله جل جلاله حتى يستعين بقوة الله التي لا يعجزها شيء، فيكون ذلك سدا لكل هذه الجبهات عنه. فإن الله سبحانه وتعالى يثبت من شاء ويعصم من شاء من الزلل ويغفر لمن عصى إذا شاء، فكل ذلك باختياره جل جلاله، ويخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة، فمن وفقه فبفضله ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعله وهم يسألون. ثم قال: وأستعينه على كل ما يعصمه في الدنيا من جميع المخاوف والمكاره. أستعينه معناه أسأله العون من عنده جل شأنه
وذلك لا يتم أيضا إلا بالفقر إليه واللجاء إليه، ولهذا كان الدعاء هو العبادة. فالدعاء فيه افتقار ولجاء إلى الله، وذلك لمعرفتك بنفسك وأنك فقير ضعيف، وبمعرفتك بالله جل جلاله وأنه هو القوي الغني، فلذلك لجأت إليه بالدعاء. وقد قال أحد العلماء يقول: أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي. أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي، فكان الضعف أقوى لي. ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموال. متى تفز بموالاة الإله يدي، فعالي يا أيها المخلوق أوالي. وهذا هو مقام التوكل الذي قامه الأنبياء عليهم السلام. فنوح عليه السلام قال لقومه: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهود عليه السلام قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وإبراهيم عليه السلام لما رماه في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قال له نعيم بن مسعود مقالته قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فلذلك قال: وأستعينه على كل ما يعصم في الدنيا من جميع المخاوف والمكاره. على كل ما يعصم معناه أسأله أن يعينني بكل ما يعصمه، وعلى هنا بمعنى الباء، لأن المقصود في الأصل إذا كان يريد على فليقل: وأستعينه على ما في الدنيا من جميع المخاوف والمكاره. هذه التي يستعان عليها، لكن ما يعصم منها يستعان به لا عليه. فلذلك هذا من تضمين بعض حروف الجر، وبعضها يضمن معنى بعض. فالمعنى: وأستعينه بكل ما يعصم في الدنيا من جميع المخاوف والمكاره. معنى أسأله أن يرزقني في الدنيا ما يعصم، كل ما يعصم من المخاوف والمكاره. فالمخاوف ما يخافه الإنسان، ويشمل ذلك نفسه وشيطانه والجبهات المفتوحة عليه. والمكاره كل ما هو مكروه فيدخل فيه الذنوب والسيئات، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكل ما يكرهه الإنسان من المصائب وإن كانت من قدر الله، فقدر الله جل جلاله ينقسم إلى 4 أقسام: قدر خير حلو، وهو ما يعجله الله لعبده المؤمن من النعم التي تعينه على مرضاته وطاعته. وقدر خير مر، وهو ما يصيب الله به عبده المؤمن ويبتليه من أنواع الأقدار التي فيها مصلحة له وإن كان يكرهها. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا. فهذا من قدر الله. وهاتان المرتبتان تختصان بأهل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهذان قسمان من القدر يختصان بأهل الإيمان، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أما القسمان الآخران فهما القدر الشر الحلو، وهو ما يعجله الله لأعدائه من الكفرة والفجرة مما يعينهم على معصيته، فما يفتح لهم من خزائن الأرزاق وما يمد لهم به في الأعمال والأولاد والأنفس والقوة، كله من القدر الشر الحلو، فهو شر لهم لأنه يعينهم على المعصية، وهو حلو لأنه موافق لطباعهم ملائم لما يريدونه. والقسم الرابع هو القدر الشر المر، وهو ما يسلطه الله من الكوارث على أعدائه وما يبتليهم به من أنواع المحن والبلايا في الحياة الدنيا فتعجلهم على النار، فهي شر لأنها تعجلهم على النار، وهي مرة لأنها لا توافق أذواقهم وطباعهم.
وما يعصمه في الدنيا من المخاوف معناه ما يجعل الإنسان مستعصما، والمستعصم هو المستقوي، والمستعصم هو الأباء. فيوسف عليه السلام استعصم، معناه امتنع امتناعا مطلقا لا يمكن أن يراود بعده مما راودته به امرأة العزيز. ومعنى ذلك أنه امتنع امتناعا قاطعا للمجادلة والنقاش. وكذلك المقصود هنا ما يعصمه في الدنيا أي يمنع حصول المكاره والمخاوف ويمنع اقترابها أيضا. فالمخاوف قد تصل إلى بلد الإنسان وينجو هو منها، لكنه هو هنا يريد ما يعصم منها أن يمنع وصولها إلى ما يقترب منه حتى لا يرتاع لها بوجه من الوجوه. المخاوف جمع مخوف وهو مكان الخوف. وقد قال لبيد بن ربيعة العامري رحمه الله في وصف غزالة أحست بالصياد: فقدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. وقدت كلا الفرجين أي ما كان أمامها وما كان خلفها، تحسب أنه مولى المخافة أي هو الذي يأتيها الخوف منه. مولى المخافة خلفها وأمامها، فأصبحت تتردد لا تدري أين تفر. والمكاره جمع مكره، وهو ما يكره الإنسان ولو لم يكن يخاف، لأن الإنسان قد يؤتى من مأمنه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المكاره بقوله: وإسباغ الوضوء على المكاره، كحب الإنسان للنوم وحبه للراحة وكراهته للبرد وغير ذلك. ويخلص في الأخرى من كل هول ومضيق. ويخلص أي وأستعينه أيضا بما يخلص في الأخرى من كل هول ومضيق، أي بما يخلصني في الآخرة من كل هول كأهوال القيامة كلها. والهول كل ما يهول الإنسان أن يذهله، فالشيء المفاجئ هائل للإنسان، والشيء المرعب هائل للإنسان، والشيء المجهول أو الجميل جدا هائل للإنسان، لأنه يهوله فيبقى حائرا لا يستطيع الإقدام على أي خطوة. والقيامة مشاهدها هائلة، فالنفخ في الصور تعرفون أنه مرتبط بالفزع، نفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يفزع له أهل السماء وأهل الأرض. وكذلك العرض على الله جل جلاله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكذلك تطاير الصحف ومجيء الإنسان يحمل طائره بعنقه، وأخذ الكتاب باليمين أو بالشمال، ووزن الأعمال. وكذلك استباق الصراط ومرور الناس عليه وعليه كلاليب كشوك السعدان. وهكذا، فهذه مشاهد هي أهوال مروعة. وكذلك المضيق، والمضيق كل ضائقة تلم بالإنسان. فالإنسان من الضيق الذي يناله في المحشر العرق، فمن الناس من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى تندوتيه أي ثدييه، ومنهم من يصل إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فهذا ضيق، وبالأخص أنه ضيق في الزحام، فالسائرة يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، ويجتمع فيها الخلائق من أولهم إلى آخره. وكذلك الصراط فهو ضيق لأنه جسر منصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحط من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في النار، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. ومن مضايق الآخرة ما يكون في الدنيا كتزاحم السيئات على الإنسان، فإن الإنسان تكبله السيئات وتبعد به عن الطاعات. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: إن نفسي لا تطاوعني على إتيان الطاعات،
فقال أنت مكبل بكبل الذنوب فاستغفر الله جل جلاله. فالإنسان إذا كبلته ذنوبه تقعد به عن الطاعات فلا يفكر فيها أصلا، وإذا فكر فيها لا يستطيعها، وإذا استطاعها مرة لا يستطيع الاستقامة عليها. وكل هذا من آثار الذنوب، والذنوب لها آثار كبيرة في إيمان الإنسان مؤثرة. وقد ذكر أهل العلم 5 من القرائن تقارن الذنوب ذات ضرر على الإيمان. القرينة الأولى احتقار الذنب، فالإنسان إذا صدر منه ذنب فاستحقره وهان عليه فهذا دليل على نفاقه، لأنه لم يعد يستحيي من الله جل جلاله. وقد قال ابن مسعود إن ذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده هكذا. والمؤمن دائما يتذكر ما فرط فيه بجنب الله، ويخاف أن لا يتقبل الله منه صالح عمله وأن يؤاخذه بسيئاته، كما قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقلوبهم وجلة دائما، وهذا حال أهل الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهذا حالهم. ثم بعد ذلك استعظام الذنب، هذه القرينة الثانية. استعظام الذنب أي أن يعده الإنسان أعظم من التوبة أو أعظم من مغفرة الله وعفوه، فيقتضي ذلك منه استمرارا عليه وتجاسرا على ارتكاب مثله. وهذا يحصل للذين خذلوا، لأن كل إنسان بينه وبين الله حد من الذنوب ما لم يتجاوزه فهو في نطاق المغفرة، يغفر الله له ويتوب عليه. وأنتم تعرفون أن التوبة 3 مقامات: أولها توبة الله على العبد بتوجيهه إلى التوبة، ثم توبة العبد إلى الله بعد ذلك، ثم توبة الله بالقبول، هي 3. كما قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وهنا إعجاز عجيب في الآية، فالآية ذكر فيها توبتان: توبة الله على الرسول صلى الله عليه وسلم والمجاهدين معه الذين خرجوا في غزوة تبوك، والتوبة الثانية توبة الله على 3 الذين خلفوا من أهل المدينة وهم مرارة بن ربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك، فهؤلاء أيضا تاب الله عليهم. لكن التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بترتيبها حسب الوجود، فقال: لقد تاب الله، أي التوبة الأولى ليتوبوا على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه ساعة العسرة، ثم جاءت توبة الله الثانية بقبول توبتهم، فقال: ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. أما 3 الذين خلفوا فبما لاقوا من العناء والمشقة وقد هجروا 50 يوما وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فبشرهم الله بالتوبة الأخيرة في الوقوع أولا، فقال: وعلى 3 الذين خلفوا، معناه ولقد تاب الله على 3 الذين خلفوا، أي قبل توبتهم. هذه التوبة الأخيرة وقدمت بشارة، لأنه قال بعدها: ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم التوبة الأولى ليتوبوا على التوبة الوسطى. فهذا إعجاز عجيب في هذه الآية لا يستشعره كل أحد. وبعد ذلك القرينة الثالثة الإصرار على الذنب، فالإصرار على الذنب يقتضي زوال الحياء من الله، لأن الملائكة يقدمون إليه التقارير وهم يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيرتفعون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم فيجيبونه. نعم. فلذلك تقدم التقارير عنا بأعمالنا، فإذا جاء التقرير في الصباح: يا رب عبدك فلان ارتكب الذنب الفلاني، وفي المساء: يا رب عبدك فلان ما زال مصرا على الذنب الذي ارتكب، وفي اليوم الآخر، وهكذا تتراكم التقارير عن هذا العبد فيمنع الحياء من الله جل جلاله. قليل الحسان في هذا الموضوع. هذا الإصرار. ثم القرينة الرابعة
الشهر بالذنب، فالمجاهرة بالذنب منافية للعافية، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، فمن كان من أهل المجاهرة بالذنوب فقد زوي عنه ذوب العافية، وذلك أن المجاهرة بالذنب دعوة إليه، فالإنسان ما لم يرى هذا الذنب ولم يشاهده تشعر له بشرته إذا رآه أول وهلة، وكثرة المساس تزيل الإحساس، فلذلك المجاهرة بأي ذنب هي دعوة إليه. والقرينة الخامسة وهي الأخيرة الجرأة على الذنب والجسارة عليه، بأن يكون الإنسان يبارز الله بالمعصية كفاحا عائدا بالله، وهذا دليل على أن وازعه قد ذهب وأن جذوة الإيمان في قلبه قد انطفأت، فكل ذلك من المخاوف والمكاره الأخروية، فلهذا قال ويخلص في الأخرى من كل هول ومضيق. والمضيق منه ضيق النار عائدا بالله، وقد ذكره الله جل جلاله فقال إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ندعو ثبورا كثيرا. وكذلك ضيق اللحود، فإن كل إنسان منا تنتظره ضغطة القبر وضمته التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، وهي ضيق شديد، والقبر أول منازل الآخرة وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. وقد جاء بالأثر ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. إذن الآن طيب تفضل. شكر الله لفضيلة الشيخ. من كان في مصر. جزاك الله خير على هذه التوجيهات القيمة كثيرة جدا، لا يتسع الوقت لسردها كلها، لكن هناك بعض الأسئلة فلعل إن شاء الله يكون هناك في المحاضرة الأخيرة من هذا البرنامج نحاول أن نجمع الأسئلة ويجاب عليها مرة واحدة. لكن هنا سؤال حقيقة، هل الإنسان إذا سافر إلى بلد ما يبقى حكمه حكم المسافر وإن علم مدة الإقامة حتى لو كانت 4 سنوات؟ بالنسبة للسفر هو ضابط من ضوابط المشقة التي تدخل في العفو، فقد رفع الله المشقة عن هذه الأمة وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقد ذكر أهل العلم ضوابط لهذا المشقة ولرفع الحرج، فذكروا منها المرض والسفر والقلة والكثرة وعموم البلوى والعوارض التي تحل بالإنسان والفقر، فهذه هي ضوابط المشقة، كل واحد منها داخل في نطاق المشقة. والسفر هو الضرب في الأرض كما قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهو ما يحوج إلى الزاد والراحلة، ما لا يستطيع الإنسان قطعه على رجليه دون راحلة، ويحتاج أيضا إلى زاد للطريق من الماء والمأكل والمشرب. فالضرب في الأرض في هذه المسافة هو الذي أذن الله بالقصر فيه والإفطار في رمضان وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالسفر. فإذا نوى الإنسان الاستقرار والمقام فإنه غير مسافر، ولا يختص ذلك ببلده الأصلي الذي ولد فيه أو بغيره. فقال الحكيم سير في البلاد وصاحب ائتنا فطنا فيها ذليلا وجانب ضيق العطن ولا تبيتن فيها آلفا مطنا فلم يكن لك قبل القبر من مطن. فوطن الإنسان الحقيقي هو قبره. والمدة التي تقطع حكم السفر قد اختلف فيها أهل العلم، فذهب أهل المدينة إلى أنها 4 أيام بلياليهن إذا نوى الإنسان إقامتها في بلد فقد انحل سفره، وقد أخرج مالك ذلك في الموطأ عن سعيد بن المسيب. وهذا القول هو أرجح الأقوال، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة 3. معناه أن المقام بمكة للمهاجرين حرام، فقد باعوها لله تعالى، وقد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة بها 3 أيام، فدل ذلك على أن 3 لا تقطع حكم السفر، وأن ما زاد عليها يقطع حكم السفر. وأما مقامه صلى الله عليه وسلم من مكة 17 يوما في الفتح، فكان في إعداد لقتال هوازن
ولغزو الطائف، وكل يوم يرسل سرية لهدم صنم وقتال طائفة. فلم كان يمهد وهو في جهاد، فهو بمثابة المجاهد والمقاتل، وكل يوم يمكن أن يخرج، فلذلك لا يعد ذلك إقامته. وكذلك مقامه بتبوك 29 يوما يقصر الصلاة، فقد كان في وجوه العدو الكثير المتكاثر وهم الروم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشاهم على أمته وقال: لا أخشى عليكم فارس إنما هي نطحة أو نطحتان، وإنما أخشى عليكم الروم لا تنقرون، كلما ذهب قرن خلفه قرن آخر. فكان في وجه الروم ومن معهم من العرب، فلذلك كان كل يوم احتمال أن يهاجم فتقع معركة. وكذلك مقام عبد الله بن عمر بأذربيجان 6 أشهر وهو ينتظر انقطاع الثلج، فلو انقطع الثلج أي يوم من الأيام لخرج ابن عمر، فلذلك لم ينوي الإقامة. ولهذا إذا جاء الإنسان إلى بلد من البلدان له فيه عمل لا يدري متى يخلص، يمكن أن يخلص اليوم يمكن أن يخلص غدا، فهو على حكم المسافر حتى ينوي الإقامة. لكن إذا نوى إقامة 4 أيام صحاح فقد انحل سفره، وهذا أرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ومن أهل العلم من يرى أن ذلك لا يقطع حكم السفر إلا إذا نوى إقامة 15 يوما، وهذا الذي صرح به أبو حنيفة رحمة الله عليه، ولكن ليس له دليل مخصوص، والقول الأول أرجح وهو الذي يقوم عليه الدليل. جزاك الله خير. هنا سؤال آخر يقول: السلام عليكم، هل يقع الطلاق في الهاتف وفي الإنترنت؟ نعم، إذا أصدره الإنسان بمفهوم من اللغة ووصل إلى زوجه وثبت أنه قد صدر منه، فهذه المسائل الحديثة يمكن التزوير فيها، فالهاتف يمكن تقليد الصوت فيه، وكذلك بالإيميل يمكن أن يرسل الإنسان إيميلا وهو غير معروف بعنوان غير معروف، فإذا ثبت أنه صادر منه فقد حصل الطلاق بذلك. نعم. نختم بسؤال، ونعيدكم إن شاء الله بأن الأسئلة سيجاب عليها في اللقاء الأخير. هنا سؤال، وهو السؤال الأخير في هذا الدرس: بماذا تنصحون من بدأ طلب العلم في سن متأخرة؟ بالنسبة لطلب العلم يحسن في كل سن، وقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله متى يكره للإنسان الطلب، فقال: متى يحسن به الجهل. فالإنسان لا يمكن أن يحسن به أن يكون جاهلا، يسوء منه الطلب أبدا. والعز بن عبد السلام لقب سلطان العلماء، وقد شرع بالطلب بعد أن تجاوز 40 سنة، بداية طلب العلم بعد أن تجاوز 40 سنة. والعلم رزق من الله سبحانه وتعالى يهبه لمن يشاء، ومن تعرض لنفحات الله جل جلاله بعبادته والصدق معه والإخلاص له، وأيضا عرف قيمة العلم وحرص عليه وبذل الجهد فيه، فإن الله سيرزقه ما كتب له منه. ولذلك يوصى من تقدم به العمر كمن هو أيضا في شبابه بعدم إضاعة الوقت وبالإخلاص لله جل جلاله وبذل الأسباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. تم رفع هذه المادة بواسطة مسلم التونسي. وللمزيد من الصوتيات الإسلامية زورونا على صفحة الشريط الإسلامي www.facebook.com/islamictab.